تيجي اقول لك على دوله عمرك ما سمعت عنها؟ ما طبيعي ان انت ما تسمعش عنها، اصل دوله قعدت حوالي 3 سنين، هتسمع عنها منين؟ ده تاريخ صلاحيه الشيبسي اكتر من كده. كمان الدوله دي كانت حبيبه اللي ما يتسموش، يعني كويس اللي هي انتهت خالص، والسبب اللي خلاها تنتهي كان مصر. خليك معايا بقى عشان اقول لك الحكايه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. أنا محمد سيد وإحنا في جوكر العلوم، ودي حلقة جديدة ويلا بينا. والدولة اللي بنتكلم عليها هي دولة بيافرا. خلينا متفقين الأول إن في العالم 195 دولة معترف بها دوليا، وإن معظم الدول دي معروف أساميها، إنما دولة بيافرا محدش يعرفها. حتى لو دخلت وبحثت على جوجل مابس عن دولة اسمها بيافرا مش هتلاقيها موجودة خالص. تعالى بقى أقول لك إيه علاقتها بمصر وإيه قصة الدولة دي. وخلال القرن ال19 كانت انجلترا محتله دول كتير قوي حوالين العالم، ومن ضمن الدول دي كانت دوله نيجيريا. فضلت محتله نيجيريا حوالي 75 سنه، من سنه 1885 لحد سنه 1960. ولكن في تاريخ 1/10 سنه 1960 استقلت بريطانيا خالص، ولكن بريطانيا طلعت لكن افكارها كانت لسه موجوده. كان في طائفه اسمها طائفه الايبو ده قالوا ان احنا لنا معتقدات وحاجات خاصه ملناش دعوه خالص بنيجيريا، وحبوا ان هم يعملوا دوله لوحدهم ويستقلوا عن دوله نيجيريا، وعملوا حرب اهليه وعملوا مصايب. طب يا جماعه الايبو انتوا عايزين ايه؟ قال لك احنا عايزين حته ارض لوحدنا عشان نمارس فيها معتقداتنا وحاجاتنا لوحدنا، عشان احنا ملناش دعوه خالص بباقي القبائل اللي حوالينا. احنا شبههم في الشكل واللون والبشره وكل حاجه، لكن احنا لنا معتقدات وهم ليهم معتقدات، فاحنا عايزين نبقى في مكان ونمارس معتقداتنا لوحدينا. وفعلا الجماعه دول اتجمعوا في جنوب شرق نيجيريا واستولوا على مساحه كبيره جدا، والمساحه دي كان حوالي 77 كيلومتر، يعني قد لبنان 3 مرات. والمكان ده كان مكان استراتيجي، كان بيطل على خليج غينيا، وكمان كان واخد مساحه كبيره قوي من ساحل نيجيريا. ده غير كمان ان المنطقه دي كانت منطقه نفطيه، وكانت من اغنى المناطق اللي موجوده في نيجيريا، يعني بمعنى كده ان المنطقه دي كنز بالنسبه لهم اصلا. فعلا في 10/5 سنة 1967 طلع القائد بتاع الجماعة دي، واللي هو اسمه الكونويل أوموديجو أودوجو. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. كونويل أوموديجو أودوجو، وأعلن فعلا إن هم استقلوا خالص عن نيجيريا، وإن هم بقى دولة لوحدهم وبقى دولة مستقلة. المهم يعني إن القائد ده أعلن إن هو أقام دولة جديدة، والدولة دي اسمها دولة بيافرا. وهنا السؤال بقى بيطرح نفسه، هو فين القانون الدولي؟ ازاي مجموعه زي دي تقول لك لا انا عايز اعمل دوله لوحدي واكون موجوده لوحدي؟ فين القانون الدولي وفين نيجيريا وفين الحكام بتاعت العالم؟ فتعالى بقى اقول لك ايه القصه عشان كده سابوها. السبب في ده ان كان الغرب بيدعمهم، يعني مش معقول يعني قلبهم يبقى جامد كده من نفسهم. ونيجيريا ساعتها قالت عليهم عملاء خاينين، وان انجلترا ما سابتش الارض خالص الا لما اتاكدت ان في عميل موجود في الارض. السبب طبعا معروف، النفط والحاجات اللي موجوده دي كانت بتوصل كلها لانجلترا، فكان مصالح يعني. طبعا يا صاحبي زي ما قلت لك ان الدوله دي استقلت في 67، وساعتها الشرق الاوسط كله كان مشغول بحرب 67 مع اللي ما يتسموش. وساعتها مصر كانت قافله خالص قناه السويس، وساعتها عشان ينقلوا النفط كان لازم تكلفته هتبقى عاليه شويه، لان هيضطروا ان هم يستخدموا طريق راس الرجاء الصالح. فساعتها الاسهل ليهم ايه؟ دوله بيافرا، وهتديها لهم بسعر رخيص. عشان كده كانت بريطانيا من اكتر الناس اللي كانت داعمه الدوله دي. ومن ضمن الدول كمان اللي اعترفت ببيافرا هي دولة البرتغال. طب اشمعنى البرتغال؟ عشان كان بينها وبين نيجيريا عداوة كبيرة جدا، عشان نيجيريا كانت بتهاجمها عشان تخرج من المستعمرات اللي كانت البرتغال محتلها في افريقيا، فعشان كده كان في بينهم كراهية كبيرة جدا. مش بس اعترفت بيها البرتغال، لا دي كمان استقبلت الوفد الدبلوماسي اللي جم عندهم واعترفت بيها رسميا، وقالت ان الدولة دي موجودة فعلا. على الله بقت دولة مستقلة ولها نشيد ولها جمهور ولها كل حاجه. امال ليه محدش سمع عنها؟ ليه محدش من افريقيا عارفها اساسا مع انها كانت موجوده في افريقيا؟ ليه بقى؟ خليني اقول لك اصلا ان المده اللي قعدت فيها الدوله دي كانت بالظبط 2 و6 شهور واسبوع ويومين، يعني مده صغيره جدا ان اصلا تسمع عنها اي حاجه. خليني اقول لك بقى ازاي انتهت الدوله دي خالص. نيجيريا عايزه تقضي خالص عن الدوله دي، وساعتها بقى الغرب اللي كانوا بيدعموهم كانوا مشغولين بقى ساعتها، كل دولة ولها حربها ولها مشاكلها ولها مشاغلها، فكانوا بيدعموهم ببعض الأسلحة بس. ساعتها بقى القانون الدولي كان مطنش خالص مطالبهم،
وكانوا عايزين اي حد يساعدهم باي طريقه، فلجأوا لمين؟ لجأوا لمصر. ومصر ساعتها كانت خرجانه من نكسه 67، والرئيس جمال عبد الناصر قال المقوله الشهيره بتاعته على لسان الوزير بتاعه. قال ايه بقى؟ قال ان اي نعم مصر منتكسه، ولكن مش عايز افريقيا تنتكس نفس النكسه دي. بصراحه انا كده كنت متخيل حاجه في دماغي كده، ان جمال عبد الناصر فعلا يعني يعمل مطالبهم دي، وبعد الكلمتين الحلوين دول يخش معاهم الحرب ويخسر الحرب برضه. فجمال عبد الناصر بقى بتاعت الصور المشهوره اللي هو بيرفع ايده دي، اللي هو انا اسف بقى فعلا. نرجع لموضوعنا. فعلا جمال عبد الناصر ساعتها لبى مطالبهم وبعت طيران مصري يملى سماء نيجيريا، بعد ما كانت في كام طياره كده من بيافرا دخلت على سماء نيجيريا. ساعتها نيجيريا ما كانش معاها طيارات، والطيارات بتاعتها كانت مضروبه ساعتها من دوله بيافرا. خليني اقول لك ان الطيران المصري لعب دور كبير جدا في اللي هو يقضي على الدوله دي. هو مش بس منع طيران بيافرا اللي هو يملى سماء نيجيريا، لا لا لا، هو كان دوره كبير جدا في اللي هو يمنع المساعدات اللي كانت بتيجي من بره او بتيجي من الغرب للدوله دي، وسهل الطريق على نيجيريا اللي هي تخش على الدوله دي وتنهي عليها خالص. ساعتها بقى القائد بتاعهم ده هرب لساحل العاج، وبكده تكون انتهت الدوله دي خالص، وان احنا ما سمعناش عنها اي خبر تاني، وبكده تكون انتهت الحكايه. تنساش بقى تعمل اللايك والشير والحاجات اللي بيعملوها دي. انا محمد سيد، ودي قناه جوكر العلوم، ولو عايز تبص على المصادر تلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. سلام.